السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل وصفة من وصفات ممكن نعينها ان شاء الله كمان في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة متنسوش تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة اكل زمان في مطبخ ايمان على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض كفتة الرز، وكمان هنسوي منها وهنخزن منها في الفريزر. اول حاجه انا اللهم صل على النبي جبت كيلو من الرز، نقيته كويس جدا وغسلته وسبته في المصفى كده لحد ما ينشف. اهم حاجه الرز بتاعك يبقى ناشف. وجبت ربطه من الخضره، بقدونس وكزبره. تمام. وكمان ربطه بقدونس وربطه كزبره، وجبت شويه من الشبت وراس وبصله كويسه كده، وراس مش راس توم 3 فصوص من التوم، ومعلقتين كده من الملح. يعني بصي تظبطي الملح بتاعك عشان الكيلو ده انا هعمل عليه كيلو لحمه. وحطيت كمان فلفل اسود ومعلقه صغيره خالص شطه وكمون، وكمان كزبره. عايزه تزودي حاجه زودي، عايزه تنقصي براحتك. حطيها بقى كده في كيسه واروح اوديها عند الجزار، عم بحط عليها كيلو لحمه. بصراحه انا حركت ان انا اصورلكوا اللقطه بتاعت الجزار بصراحه يعني. تمام. انا جبت قلت له حط عليها كيلو لحمه وسبتها كده، يعني عملتها ولسه جايباها فسبتها بس شويه كده. وبعدين مسحت ايدي مسحه من الزيت عشان اعرف الف الصوابع الكفته عشان ما تلزقش بالشكل ده. وهتجيبي كده صينيه، وهتحطي عليها واحده واحده. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس. بنصبحها بقى، عايزه تصبعيها بصي التصبيعه دي بتاعتك انتي. وفي ناس كمان بتعملها كور صغيره. هي عايزة تصبعي صباع كبيرة صغيرة براحتك. انا صبعت الكمية دي ولسه عندي لسه كمية تانية اهي. بس قلت وانا مصبعها هحطها في طاسة على النار كده، واحاول ان انا اسويها، يعني احمر عشان انجز في الوقت. بحمر وانا بصبع في ايدي التانية بتصبع، وبروح حطها في المصفى تصفي شوية الزيت اللي فيها. تمام. انا جبت بقى هنا بصلايه مبشوره وكيس من الصلصه اللي احنا مخزنينه سوا مع بعض. حطيت على حله على النار فيها معلقه مكعبين من الزبده ومعلقه من الزيت. تمام. بعدين نزلت بالبصلايه، اول ما اتشوحت نزلت بمعلقه صغيره من الثوم، ونزلت كمان الصلصه الجاهزه، يعني صلصه الطماطم اللي احنا عاملينها مع بعض. راجعوا الفيديوهات هتلاقي ان احنا عاملين صلصة طماطم مخزنها اكياس مع بعض لرمضان والغير رمضان. دايما طول السنة انا بعمل صلصة الطماطم دي. تمام. بعد ما خلاص ما اتسبكت حطيت الملح والفلفل. طبعا بتحدقي بقى التحديقات بتاعتك، ملح وفلفل شطة. اللهم صل على النبي، لو عايزه تحطي كمان حبة بابريكا تعزيز اللون براحتك خالص. ونزلت بقى بالكفتة تاخد تشويحة كده. تمام. وتاخد تدي كده في الصلصه. وبعدين قلت اما احط لها كمان مرقه دجاج، لاني انا ما عنديش شوربه لحمه. تمام. انا هعملها من غير لحمه، أنا قبل كده عملتها معاكم بلحمه. ونزلت بقى بالميه عادي كده من الحنفيه. عايزه الميه تغليها من كاتل. تمام. واسيبها بقى لحد ما تغلي غلوتين 3، والكفته بتاعتنا كده استوت وبقت زي العسل ما شاء الله، الله اكبر. كده خلاص عملت الغدا، وكمان صبعت الكفتة وخزنت منها وكمان في اكياس في الفريزر. تمام. وكده خلاص. وعملت بقى جنبها كمان طبق، يعني عملت رز ابيض. ممكن تعملي رز معمر، ممكن تعملي رز بشعرية. وبكده غدانا خلص. وكمان شوية الكفتة دي هسيبها شوية واعبيها كيس في الفريزر. نستخدمها رمضان وقبل رمضان براحتكم. انا قلت اعمل الوصفة دي معاكم عشان نعينها لرمضان. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس.